تكون العواقب غير محسوبة وأحيانا وخيمة، وحتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد على الطرقات يظل لزاما على الجميع الامتثال لمدونة السير على الطرق. وجهتنا المركز الوطني لمعالجة المخالفات المرصودة بالرادارات. هنا تفاجئنا أرقام المخالفات مسجلة خلال يوم واحد، إذ تناهز 10,000 مخالفة، رقم يؤشر على تهور بعض السائقين وتجاوزهم للسرعة المحددة، سلوك ينم عن عدم احترام القانون. هاد جوج المراكز اللي عندنا طيله النهار كيتم مثلا في رصد المخالفات ديال السرعه عبر الرادار الثابت، كيتم تقريبا رصد 10,000 مخالفه يوميا ديال السرعه. وبدءا من هذا الشهر سيتم الشروع في مراقبة وزجر المخالفات الواردة في مدونة السير على الطرق، ويهم هذا المركبات والدراجات، وذلك وفق المعايير القانونية. الناس اللي ما عندهم الصفائح ديال السيارة ديالهم كتستجب لهذه المعايير فهما معرضين باش يدوا واحد الغرامه ديال 700 درهم. المخالفه الثانيه هو عدم احترام هذيك القضيه ديال الفحص الطبي. الفحص الطبي فمقتضيات مدونه السير جات بواحد المقتضى الذي يروم الى ضروره اجراء الفحص الطبي بصفه دوريه. البلاغ الهدف منه انه المواطنين يبادروا باش يقوموا بهذه الاجراءات بدل انهم يبقوا حتى يتعرضوا لاداء الغرامات. كلنا معنيون بهكذا تدابير وإجراءات، والهدف ضمان حق كل مستعمل الطرق من الوصول بسلام إلى غاياتهم. عود على بدء، فالسير على الطرق سلوك وثقافة، ولا يعذر أحد بجهله للقانون.